في العرض ده بقدم لك بيتك على مساحة 6000 متر داخل كومباوند سكني على طريق مصر اسكندرية الصحراوي وسط منتجع من الأشجار والزهور. سحر وخيال وجمال، هنا هتعيش الريف البهواتي. قبل ما نخش في التفاصيل خليني أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم جميعا ويا رب بعود عليكم الأيام الطيبة. كل سنة وانتم طيبين، ويلا نبدأ العرض بتاعنا بالصلاة على سيدنا النبي. وهيكون معاك في الفيديو ده في الشرح والتعليم محمد المصري اللي هو أنا، فلازم تدعمني باللايك الجميل والكومنت. ولو انت مهتم بمزيد من العروض العقارية لازم تعمل سبسكرايب للقناة. اول حاجه هتكلم معاكم فيها التفاصيل العريضه للعرض بتاعنا. المساحه الاجماليه 6000 متر، عندك جاردن امامي واتنين مدخل واستراحه وبرجوره من التمر حنه. البرجولة دي فيها كيتشن وفيها بار كافيه تقدر تستقبل فيها الضيوف والاطلالات بتاعتك على اللاندسكيب وعلى الجاردن الامامي، وهتكون عندك قاعدة في منتهى الجمال. بالنسبة للفيلا، مساحة الفيلا 850 متر. مكونات الفيلا كده سريعا: مباني دورين وروف، عندك 9 غرف، عندك 5 تويلت، 2 كيتشن، 1 دايننج روم. الفيلا تشطيب واساس وتحف، حاجة في منتهى الجمال. كمان عندك استراحة للعمال، مزرعة فواكه خلفية، جميع الممرات او تحديدا عندك 3 ممرات من الانترلوك، عندك 2 برج حمام، عندك حظاير للطيور والماعز. ودي نبذة مختصرة عن العرض بتاعنا. يلا بقى مع كاميرا سفنكس نشوف التفاصيل مع بعض. دي واجهة الفيلا. طبعا عندك 2 اطلالة امامية واطلالة خلفية. جميع الاطلالات عندك، الشبابيك والتراس وكل النوافذ عندك مطلة على الاشجار وعلى اللاندسكيب وعلى نباتات الزينة، بتمتلك فيو في منتهى الروعة والجمال. كمان الجاردن الأمامي كله مليان بالأزهار ونباتات الزينة زي ما احنا شايفين، والإنارة الليلية وكشافات الطاقة الشمسية. تنظيم الجاردن الأمامي من النخل الملوكي والطرق الانترلوك والباركنج للسيارات والبرجولة الأمامية لاستقبال الضيوف، التنظيم ده ياخد 10/10. الأمام الكاميرا ده المكان اللي بنخزن فيه المية والفلاتر الخاصة السيرفيس بتاع البيت. هنروح مع بعض كده أوريكم أجمل مزرعة فواكه هتمتلكها، فيها من خيرات ربنا حاجة ما شاء الله خلف الفيلا بتاعتك. كمان عندك في المزرعة بتاعتك 3 طرق، كل طريق من الانترلوك والبندورة منظم جدا، عليه تكعيبات من الدراجون فروت وتكعيبات العنب، أشجار المانجا، أشجار الفواكه، النخيل، أشجار الليمون. حاجة عطيالك منظر يرد الروح، وحاجة في منتهى الجمال والتميز. دي الواجهة الخلفية للفيلا، يعني عندك كل الإطلالات زي ما قلت لك مطلة على أشجار الفواكه. نبص كده مع بعض، دي تكعيبة من الدراجون فروت بتتوسط المزرعة بتاعتك، مزرعة الفواكه. وكمان نسيت أذكر لكم في الوصف المبدئي إن عندك مزارع سمكية، أحواض سمكية، وهوريها لكم بالكاميرا. يعني عندنا أحواض سمكية وأبراج حمام، حظاير للطيور، حظاير للماعز، كل ده موجود في قلب بيتك. ولازم برضو الفت انتباهك ان عندك الانارة في الجاردن او مزرعة الفواكه او في الفيلا كلها سيستم كامل، سنسورات، سويتشات وحاجات كلها اوتوماتيك. دي ابراج الحمام اللي موجودة، كمان هصورها لكم من الداخل واوريكم الحظاير من الداخل، وهستغل معاكم واحنا بنتفرج على المنظر الجميل ده اقول لك اللوكيشن فين. احنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، على طريق ابو غالب، على حزام مدينة سفنكس، تحديدا في كومباوند استدريم. كومباوند مميز وكامل المرافق وقريب من كل الخدمات. انت على حزام مدينة سفنكس، بينك وبين مدينة سفنكس الجديدة 2 كيلو فقط لا غير على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وتقدر تروح مدينة الشيخ زايد في 15 دقيقة. قريب جدا من وصلة دهشور، وقريب قوي بينك وبين هايبر وان، دقايق هايبر وان يعتبر على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في الجهة المقابلة على طول. المباني اللي موجودة في الأرض بتاعتنا وفي المزرعة بتاعتنا كلها مرخصة بالكامل، والمالك معاه رخصة. وبالنسبة للملكية، ملكية نهائية، وبتشتري بتوكيل في الشهر العقاري. دي واحدة من حظائر الماعز اللي موجودة، فيها الماعز والخرفان بتاعة الأضاحي اللي بيربيها الأضاحي بتاع عيد الأضحى. واللي أمام الكاميرا ديت أحواض لتربية، أحواض سمكية لتربية الأسماك. دي أحواض سمكية صغيرة لتربية الأسماك موجودة في المزرعة. طبعا الجميل اللي هيشتري إن شاء الله هياخد المزرعة بالكامل كلها إن شاء الله بإذن الله.
حتى الفيلا ان شاء الله هتكون البيع بالفرش. لو انت مكمل معانا في المشاهدة لحد دلوقتي ولسه ما عملتش لايك او اشتركت في القناة، بنذكرك ان انت تدعمنا باللايك الجميل بتاعك وتعمل اشتراك في القناة. بالنسبة للسعر المطلوب، طبعا احنا لسه هنخش الفيلا، ويعني بس انا هقول السعر علشان انا هسيبكم تتفرجوا على الفيلا من الداخل وتعيشوا من التفاصيل الجميلة بتاعة الفيلا. ولو العرض ده بالنسبة لك هيبقى مناسب وانت مهتم، تقدر تتواصل معانا على الارقام اللي موجودة في صندوق الوصف وتيجي تعمل معاينة ميدانية. على فكرة الفيلا من الداخل، الفيلا كلها فرش حديث بالكامل، كلها تحف، كلها انتيكات، كلها ساون كلها ساوند سيستم، سيستم اوتوماتيك بالكامل، سواء للإنارة للصوت، كل حاجة اوتوماتيك، حتى الكوالين بتاعة البيبان سيستم اوتوماتيك بالكامل. تجهيز الفيلا من الداخل والتشطيب والفرش والاساس ممتاز جدا. هسيبك تعيش التفاصيل ديت مع بيتك اللي هيكون من نصيبك ان شاء الله ان ربنا اراد، وربنا يبارك لصاحب النصيب. فيلا وعرض تحفة تحفة تحفة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. السعر المطلوب 20 مليون جنيه، وعلى فكرة الملك كان طالب أكتر من كده، والسعر ده لسرعة البيع. السعر المطلوب شامل المزرعة ما عليها بالفيلا بالفرش بكل حاجة، مطلوب 20 مليون جنيه. لو أنت مهتم بعد ما تشوف تفاصيل الفيلا وتشوف كمان الروف ده حاجة تحفة، مصمم بعناية وجمال فائق وزيادة كمان. بعد ما تشوف التفاصيل من الفيلا من الداخل، مستني تتواصل معايا على الارقام اللي موجودة في الاسكريبشن. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.